عمر خورشيد الفنان الراقي الوسيم الملحن الموهوب. لكن إيه هو الجانب الغامض والمثير في حياة عمر خورشيد؟ عمر خورشيد فنان وملحن وموسيقار وكمان بيمثل، وكان من أفضل عازفي الجيتار في مصر والوطن العربي. عمر خورشيد الفنان اللي عاش ومات في ظروف غامضة، حتى وفاته كانت في حادثة غامضة واتأيدت ضد مجهول. عمر خورشيد كان له صديق مقرب، ولكن مش من الإنس، وكان دايما عنده فضول إنه يقرأ في كتب ما وراء الطبيعة وكتب الجن والأشباح. لكن ما كانش حد من أصدقائه يعرف إنه بيقرأ من النوع ده من الكتب غير 2 أو 3، ومنهم الكاتب حسن الحفناوي، وده كان صديق مقرب جدا لعمر خورشيد. الفنان عمر خورشيد كان قريب جدا من ربنا، وده بشهادة أصدقائه المقربين اللي بيقولوا إن كان دايما على مكتبه السبحة والمصحف، وإنه كان دايما بيصلي. لكن كانت نقطة ضعفه إنه بيحب يقرأ كتب السحر وتحضير الجن. والحكاية بدأت لما عمر خورشيد كان قاعد في مكتبه بالليل، وكان بيقرأ كتاب لتحضير الجان، والكتاب ده كان لقاه في مكتبة قديمة قوي وصغيرة ومتهالكة. والكتاب كان اسمه الملك السجان في أصول تحضير الجان. والغريب كمان إن المكتبة دي اتقفلت بعد ما عمر اشترى الكتاب وما اتفتحتش تاني. وفي يوم عمر خورشيد كان قاعد في مكتبه بالليل وبيقرأ في الكتاب، وفجأة النور قطع. فقام عمر وجاب شمع وولعه وحطه في الأوضة، لكن ولع شمع كتير وحطه في كل أركان الأوضة، وقعد تاني على مكتبه. ولما قعد تاني يكمل قراية في الكتاب، كل الشموع انطفت فجأة وفي نفس الوقت، وكان في نسمة هوا باردة مالية المكان. واستغرب عمر ايه اللي بيحصل؟ طب ازاي الشموع انطفت كلها مرة واحدة؟ ونسمة الهوا دي جت منين؟ وخصوصا ان الشبابيك كلها كانت مقفولة. ولما ولع عمر الشموع تاني برضه انطفت. وقف عمر في نص الأوضة وقال بسخرية: هو في عفريت في الأوضة ولا إيه؟ واتفاجئ عمر إن في صوت تخين رد عليه من ركن الأوضة وقال له: أنا صديق يا عمر. واترعب عمر خورشيد وجري خرج من المكتب، وقعد يومين ما يجيش المكتب. المكتب كان في مكان منفصل عن بيته، وكان دايما الصوت يتردد في ودانه، لكن كان دايما يقنع نفسه إن ما حصلش حاجة وإنه لازم يرجع المكتب تاني. وبعد كام يوم رجع المكتب، لكن لقى حاجة غريبة جدا: الشموع اللي كان سايبها مطفية لقاها كلها والعة. والأغرب كمان إن الشموع مش خلصانة، كأنها لسه والعة دلوقتي. ولما حاول عمر إنه يطفي الشموع ما رضيتش تنطفي، وعلشان يتغلب على خوفه جاب المصحف وقعد يقرأ فيه. وبعد ما قرأ قرآن الشموع انطفت، وكان بيعلي صوته أكتر في قراءة القرآن علشان يتغلب على الخوف اللي جواه. لكن كان حاسس إحساس غريب، وكأن في حاجة طابقة على صدره، وكأنه بيتنفس بصعوبة، وكان حاسس بإيد تقيلة على كتفه. وفجأة لقى الشموع انطفت، ولقى الصوت الغليظ ده بيتكلم معاه. وبدأ عمر يرد على الصوت ده، ومع الوقت بقى عمر والصوت ده أصحاب، ونشأ بينهم صداقة. واتضح بعد كده إن ده جن من قبائل الجن المسالم، وكان قاصد إنه يعمل صداقة مع عمر ومش عاوز أبدا يأذيه. والصداقة فضلت مستمرة بينهم لدرجة إن عمر كان بيستدعي بتعويذة معينة كانوا متفقين عليها مع بعض، وكان بياخد رأيه في كل خطوة بيخطيها. وفي يوم من الأيام اتصل عمر خورشيد بصديقه الكاتب حسن الحفناوي، وقال له: تعالى لي دلوقتي، أنا عايزك ضروري وعايز أتكلم معاك في موضوع. لكن طلب منه إن اللي هحكيهولك ده يفضل سر بيني وبينك، اوعى تحكيه لحد. ولما جاله المكتب وقعد معاه حكاله على علاقته بالجان ده من أول ما عرفه لغاية دلوقتي. وفي يوم من الأيام كان قاعد عمر خورشيد في مكتبه، وكان عنده في المكتب سفير لأحد الدول العربية. لكن السفير قال لعمر: أنا قاعد مش مرتاح، حاسس بحاجة غريبة، أنا حاسس إن في حد بيتنفس جنبي. لكن عمر قال له: لأ، ده بيتهيألك. لكن الصوت الغليظ ده اتكلم في ودن السفير وقال له: لأ، ما بيتهيألكش. وفي الوقت ده السفير أغمى عليه. الكاتب حسن الحفناوي اللي هو صديق عمر خورشيد كان دايما يقول له: اتخلص من العلاقة دي، اقطع علاقتك بيه. لكن عمر خورشيد كان بيرفض لسببين: السبب الأول إن الجن ده هو اللي طلب صداقته وإنه مش مؤذي ليه، والسبب التاني إنه كان بيقوله على معلومات مهمة جدا وخطيرة. ولما حفناوي سأله قال له: معلومات زي إيه يعني؟ قال له: يعني مثلا آخر مرة قال لي إن وشك مرسوم على شظايا زجاج، وقال لي كمان إن هيكون في بركان أحمر
يتلألأ فوق جبال سوداء. وحسن الحفناوي قال وقتها: ما كناش فاهمين الجن يقصد إيه، لكن ما فهمناش غير بعد موت عمر. عمر لما عمل الحادثة شظايا الإزاز دخلت في رقبته، ووش عمر انعكس على شظايا الإزاز فعلا، وإن لما الشظايا دي دخلت في رقبته الدم انفجر من رقبته وبقى زي البركان. وفعلا دي الطريقة اللي مات بيها عمر خورشيد، واللي توقعها الجن وقال له عليها. ودي فعلا كانت حكاية غامضة ومثيرة وغريبة جدا في حياة عمر خورشيد. لو الفيديو ده ظهر لك بالليل يبقى أنت إنسان عندك شفافية عالية، وكمان عندك روحانيات. فما تنساش تعمل فولو وتكتب لي رأيك في كومنت.